السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس ثانوي حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، معاكم هير أحمد ثابت مدرس اللغة الألمانية. بما إن آخر مادة في المواد ما بتتذاكرش وما بتتفتحش، فأنا قررت إن أنا أنزل لكم فيديو بدري. الفيديو ده يكون فيه مراجعة معظم المنهج، وفي ليلة الامتحان هنلم جزء كبير تاني بإذن الله. فإحنا النهاردة مع بعض هنلم في الفيديو ده سؤال الإيميل، سؤال التعبير، وسؤال المواقف بإذن الله. ولما تجيلي يوم ليلة الامتحان بإذن الله هنلم مع بعض ملزمة الجراماتيك كله إن شاء الله. يلا بينا نركز كده عشان ما نضيعش وقت كبير ونبدأ بسم الله. أول سؤال عايزين نراجعه مع بعض هو سؤال الإيميل وإزاي أجاوب عليه. أنا مجمع لك أسئلة الإيميل سؤال بإجابة تقدر تحفظهم، وتعال نشوف إزاي بنقدر نجاوب الإيميل الأول مع بعض. الإيميل مبدئيا بيكون عبارة عن مربع، المربع ده جواه سؤالين. أنت المفروض في هنا اسم مكتوب لك مثلا هلو علي، وتحت مثلا سارة. أول خطوة بنعملها هي تبديل الأسماء، نبدل الأسماء أو الهلو سارة وتحت علي. يبقى أول خطوة جوه المربع ده في سؤالين وفي اسمين، هنبدل الاسمين ونرد على السؤالين. طيب هنرد على السؤالين إزاي؟ أسئلة في النطاق اللي أنت أخدته. أول سؤال مثلا بيقول لي في هايس دو، في هايس دو اسمك إيه؟ هرد أقول له إيش هايسة أحمد، أنا اسمي أحمد. خلينا متفقين إن دايما دو في السؤال بتنزل إيش في الإجابة، فبالتالي ما ينفعش أقول إيش هايس، هتصرف تبقى إيش هايسة وأقول اسمي اللي أنا هكتبه. يبقى في هايس دو اسمك إيه؟ إيش هايسة أحمد. طيب فير بيست دو دي طريقة تاني للسؤال عن الاسم. فير بيست دو يعني من تكون أنت. رديت قلت له إيش بين أحمد، أنا أكون أحمد. ثالث طريقة للسؤال عن الاسم في إيست داين نامة. كنا متفقين في الحصص اللي فاتت إن داين نامة تنزل في الإجابة تبقى ماين نامة إيست. ما هو داين نامة؟ ماين نامة إيست أحمد، اسمي يكون إيه؟ أحمد. يبقى أنا عبرت عن اسمي بثلاث طرق، إيش هايس أحمد، إيش بين أحمد، ماين نامة إيست أحمد، على حسب أنت سألتني أنهي طريقة، وينفع ترد بأي طريقة أيا كان السؤال هو إيه. تاني سؤال بيسألك فو أين، وتالت سؤال فوهير من أين. عايزين نفرق ما بين فو وفوهير. إن فو أين بتحتاج إن ومكان، وفوهير من أين بتحتاج أوس ومكان. طيب تعال نشوف الرد كده. هنا بيقولي فو فونس دو، أنت ساكن فين؟ رديت قلت له إيش فونا إن كايرو، أنا ساكن في القاهرة. ممكن أرد أقول له إيش ليبو إن كايرو، أنا عايش في القاهرة. طيب سألني تاني سؤال بيقول لي فوهير كومز دو، من أين تأتي أنت؟ نزلت إيش أنا كوما أأتي أوس إجبتن، بقت إيش كوما أوس إجبتن، أنا أأتي من مصر. فوهير كومز دو، أنت منين؟ إيش كوما أوس إجبتن، أنا أأتي من مصر. طيب السؤال اللي بعديه بيسألني عن ألتر، عمري. في ألت يعني ما العمر، في ألت بيست دو يعني ما عمرك أنت. اتفقنا هنعكس الدو تنزل إيش، بيست تبقى بين، بقت إيش بين 15 Jahre alt. 15 يعني 15 Jahre alt 15 سنة. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. أنا أكون 15 سنة. طيب السؤال اللي بعديه عن لغتك، بيقول لك ماذا تتحدث؟ Was sprichst du؟ يعني ماذا تتحدث أنت؟ شيل ماذا بقى تتحدث أنت، بدلهم تبقى أنا أتحدث. يبقى هقول له ich أنا spreche gut Deutsch، أنا أتحدث جيدا ألماني. Ich spreche gut Deutsch. طيب السؤال اللي بعديه بيسألني عن حالي، بيقول لي wie geht's dir؟ wie geht's dir يعني كيف حالك؟ ردت قلت له danke gut، danke شكرا، gut يعني أنا كويس. ممكن أقول له danke es geht gut، شكرا حالي كويس. ممكن أقول له danke es geht mir super، حالي ماشي رائع. يبقى أسهل رد إنك تقول دانكا جوت، وممكن تقول دانكا اسكيت جوت يعني شكرا ماشي الحال. يبقى سؤال في جيتس دير يعني ما الحال أو كيف الحال. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي في فيلا يعني كم عدد الكيندر اللي هاست دو. في فيلا كيندر هاست دو يعني كم عدد الأطفال اللي تملكها أنت. هنعكس ونجاوب. يعني نعكس ونجاوب كم عدد الأطفال تملكها أنت. يبقى أنا هبدأ بأنا أملك اللي هي إيش
habe أنا عندي كام كيندر؟ قلت له دراي إيه؟ دراي كيندر 3 أطفال. ich habe 3 كيندر لدي 3 أطفال. طيب هنا بيسألني عن الفورنامة والفاميليenname. فورنامة يعني الاسم الأول، فاميليenname يعني لقب العيلة أو اسم الإيه؟ العيلة. فكده أول نقطة بيقول لي wie ist dein Vorname، وتاني نقطة بيقول لي wie ist dein Familienname، يعني ما هو اسمك الأول وما هو اسم عائلتك. فأنا قلت له mein Vorname ist أحمد، اسمي الأول هو أحمد، يعني بدل dein Vorname بقت mein Vorname. ist نزلت زي ما هي وحطيت له اسمي الأول. وهنا قلت له mein Familienname ist ثابت، يعني اسم عائلتي يكون إيه؟ ثابت. يبقى أنا كده عرفت إن mein Vorname ist أحمد و mein Familienname ist ثابت. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لي في ist deine Adresse. Adresse يعني عنوانك. ما هو عنوانك؟ خليتها meine Adresse ist، عنواني يكون الهرمشتراسة 1000 رقم 11، يعني 11 شارع الهرم. meine Adresse ist بكتب اسم الشتراسة يعني اسم الشارع. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي wie ist deine Telefonnummer، وما هو رقم تليفونك؟ قلت له meine Telefonnummer ist رقم تليفوني يكون، وبكتب طبعا أي أرقام غير رقمي. طيب الجملة اللي بعدها سألني عن عيلتي، قال لي wie ist deine Familie، wie ist deine Familie يعني كيف تكون عائلتك. wie يعني كيف، ist يعني تكون، deine Familie يعني عيلتك. هترد تقول له meine Familie ist groß، عيلتي كبيرة، أو meine Familie ist klein، عيلتي صغيرة، أو meine Familie ist nett يعني عيلتي لطيفة. طيب was bist du vom Beruf، هنا بيسألك عن البيروف. بيروف يعني وظيفة. ماذا تكون وظيفتك؟ قلت له ich bin Lehrer، أنا أكون معلم. ممكن أقول له ich bin Schüler، أنا أكون طالب. يبقى أنا كده بعبر عن mein Beruf وظيفتي. Wie ist dein Familienstand؟ Familienstand يا شباب يعني ايه هي حالتك الاجتماعية؟ انت اعزب، متزوج، ارمل، خاطب، ظروفك ايه؟ فانا رديت قلت له ich bin ledig، ledig يعني اعزب. ich bin verheiratet، verheiratet يعني متزوج. ممكن اقول له ich bin verlobt، verlobt يعني خاطب. ممكن اقول له ich bin geschieden، geschieden يعني مطلق او مطلقة. ممكن اقول له ان ich bin verwitwet، verwitwet يعني ارمل او ارمله. يبقى انا كده بعبر عن mein Familienstand اللي هي حالتي الايه؟ الاجتماعيه. طيب الجمله اللي بعديها بيقول لي wo bist du geboren، بيسالني عن الجيبورتسورت. جيبورتسورت خدناها في المواقف يعني مكان الميلاد. هو بيسالك عن مكان ميلادك، هنا بيقول لك wo bist du geboren، اتولدت فين؟ قلت له ich bin in Giza geboren، انا اتولدت في الجيزه. دي نوعيه الاسئله والاجوبه عليها. طبعا خد بالك ان في نوع تاني من الاسئله اسمه السؤال بالفعل، وده اللي بنجاوب بيه او 9. طيب تعال اعمل لك مثال على سؤال بالفعل كده. يعني مثلا سؤال بالفعل زي كده، ما بدأش بأداة استفهام. قلت لك kommst du، هل تأتي أنت، aus Ägypten من مصر. أسهل حاجة الرد على السؤال بالفعل. ليه؟ لأني بجاوب بكل الكلام اللي مكتوب قدامي يا شباب، ما بغيرش في حاجة. هل تأتي أنت من مصر؟ أقول له نعم، يعني نعم يا، واعكس الإجابة. يعني بدل تأتي أنت تبقى أنا أأتي إيش كوما، عكست الضمير والفعل مع بعض. كمل الإجابة زي ما هي أوس إيجيبتن. هل تأتي من مصر؟ نعم آتي من مصر. طيب سألك سؤال تاني، مثلا قال لك فونس دو إن كايرو، هو أنت عايش في القاهرة؟ فونس دو إن كايرو، هل تعيش في القاهرة؟ هرد أقول له يا نعم، إيش أنا، فونا أعيش، إن كايرو في القاهرة. يبقى أي سؤال بالفعل بكتب كلمة يا، بعكس أول 2 وأكمل الجملة زي ما هي. ده أنا كده برد على السؤال بالفعل. طيب الجزء الثاني المقالي في الامتحان هو المواضيع المقالية. ده آخر سؤال في الامتحان، بيطلب مني إن أنا أكتب 4 جمل أو من 15 كلمة ل 20 كلمة عن موضوع من ال3 دول بإذن الله. لازم يجي لك منهم موضوع. أول موضوع عنوانه شتيل ديش فور. كلمة شتيل ديش فور يعني عرف نفسك. أنا هنزل لك الملزمة PDF في الفايل أو في تحت اللينك اللي نازل فيه اليوتيوب بتاعك. إن شاء الله هتتفرج فيه على الملزمة نفسها والترجمة معايا بقى.
stell dich vor يعني قدم نفسك، عرف ايه؟ عرف نفسك. طب انا عشان اعرف نفسي هقول ايه؟ هقول mein Name ist أحمد. Ich komme aus Ägypten يعني أنا آتي من مصر. Ich wohne in Kairo أنا عايش في القاهرة. Ich bin in Giza geboren أنا اتولدت في الجيزة. Ich bin Schüler أنا أكون طالب، ولو بنت هتقول Schülerin طالبة. Ich studiere Deutsch أنا بدرس ألماني. Ich spreche gut Deutsch وبتكلم جيدا ألماني. Ich bin 15 Jahre alt أنا أكون 15 سنة. Ich bin ledig أنا أعزب. Meine Adresse ist عنواني يكون، وهكتب اسم Straße اسم شارع. Meine Telefonnummer ist وهكتب أي أرقام 7 5 8 2 3. ده meine Telefonnummer ist رقم تليفوني يكون. يبقى أنا كده عرفت نفسي، هو بيديني فكرة عنصر وأنا أدخل العنصر ده في جملة زي الجمل اللي أنا عاملها دي. اقرا الموضوع معايا تاني. Mein Name ist Ahmed. Ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Kairo. Ich bin in Giza geboren. Ich bin Schüler. Ich studiere Deutsch. Ich spreche gut Deutsch. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin ledig. Meine Adresse ist. Meine Telefonnummer ist. أنا كده stelle mich vor. عرفت إيه؟ نفسي. يبقى أول موضوع اقرا عنوانه كويس. stell dich vor يعني قدم نفسك أو عرف نفسك. تاني موضوع مختلف شوية، عايزني ان انا stell dein Freund او stell deine Freundin vor. يعني بدل ما كنت بتقدم نفسك، لا انت المرة دي هتقدم صديقك او هتقدم صديقتك، يعني هتعرف شخص ما. هذا صديقي كذا، هذه صديقتي كذا. يبقى اول جملة عند تقديم شخص ما تعريف الشخص اللي انا بتكلم عنه، ان ده صاحبي ودي صاحبتي اللي اسمه كذا واللي اسمها كذا. اقرا معايا اول جمله كده، بنقول ايه؟ بنقول das ist mein Freund وهكتب هنا اسمه. das ist meine Freundin وهكتب هنا اسمها. يبقى انا لو بعرف مثلا صاحبي عمرو، هقول ايه؟ هقول das ist mein Freund عمرو. بعرف مثلا صاحبتي ساره، هقول das ist meine Freundin ساره. يبقى انا كده عرفت اول حاجه اسمه. ابدا اتكلم عنه هو يعني او اتكلم عنها هي يعني زي. يبقى انت هتبدأ بعد كده تبقى كل الجمل مش انا. ليه؟ لان انا بعرف صديقي فيبقى الكلام عنه هو. فاقول ان wohnt in كايرو هو يعيش في القاهرة. ولو بتكلم عن صديقتي هقول ان زي wohnt in كايرو هي تعيش في القاهرة. kommt aus Ägypten هو يأتي من مصر، او زي kommt aus Ägypten هي تأتي من مصر. يبقى لو انت خدت بالك نفس الكلام اللي انت عرفت بيه نفسك هو نفس الكلام اللي هتعرف بيه الاشخاص الاخرين، بس مع اختلاف ان بدل ما كنت اقول ich heiße احمد انا اسمي احمد، هقول ان heißt احمد هو اسمه احمد. بدل ما كنت بقول ich komme aus Ägypten هقول انه kommt aus Ägypten ان هو ياتي من مصر. بدل ما كنت بقول ich wohne in كايرو اقول wohnt in كايرو هو يعيش في القاهرة. يبقى هيختلف في الجملة حاجتين، شكل الضمير من انا هيبقى هو او هي. ثانيا هيختلف في الجملة تصريف الفيرب من ich وزي. طيب تعال نكمل اللي بعدها. جيت قلت ان kommt aus Ägypten هو يأتي من مصر. ist in Giza geboren وهو اتولد في جيزة. هو ist Schüler طالب، ولو زي هي ist Schülerin طالبة. studiert Deutsch هو بيدرس ألماني. spricht gut Deutsch هو بيتكلم كويس ألماني، أو sie spricht gut Deutsch هي بتتكلم كويس ألماني. ist 15 Jahre alt هو يكون 15 سنة أو هي تكون 15 سنة. ist ledig هو يكون أعزب. sie ist ledig هي تكون single. طيب ممكن أقول إنه verheiratet متجوز، وإنه hat 3 Kinder وإنه هو متجوز وعنده 3 أطفال، أو إن sie هي تكون verheiratet متجوزة وهات 3 Kinder ولديها 3 أطفال. يبقى أنا كده عرفت تاني موضوع صديقي أو صديقتي. طيب تالت فكرة أو تالت موضوع تعبير، تالت موضوع مقالي بيتكلم عن meine Familie. meine Familie يعني عيلتي، يتكلم اوصف عيلتك. طيب هوصف عيلتي ازاي؟ هعرف ان دي عيلتي فيها كام شخص، بابايا بيعمل ايه، اسمه ايه، عمره قد ايه، مامتي بتعمل ايه يعني شغالة ايه، شغالة او لا، اسمها ايه، وظيفتها ايه، عمرها قد ايه.
هبدأ أوصف إخواتي، عندي كام أخ، أخويا ده طالب، أختي دي طالبة، أخويا ده عمره كذا، اسمه كذا، أختي دي عمرها كذا، اسمها كذا، هعرف مايني فاميليا. طيب تعال نشوف هنا الجمل بتقول إيه اللي قدامنا. هنا بيتكلم عن مايني فاميليا، قلنا مايني فاميليا يعني عائلتي، بقول das ist meine Familie، هذه هي عائلتي. Sie ist groß، هي كبيرة. Meine Familie hat 5 Personen، عائلتي بها 5 أفراد. Mein Vater ist 50 Jahre alt، أبويا 50 سنة. ist Lehrer، هو يكون معلم. Meine Mutter ist 40 Jahre alt، ومامتي 40 سنة. Sie ist Hausfrau، هي ربة منزل. Mein Bruder ist Schüler، وأخويا طالب. studiert Deutsch، هو بيدرس ألماني. Meine Schwester ist 10 Jahre alt، وأختي 10 سنين. إحنا wohnen in Kairo، إحنا عايشين في القاهرة. Ich liebe meine Familie، أنا بحب إيه؟ عائلتي. يبقى أنا اتكلمت عن كل فرد بحوالي جملة أو جملتين. أبويا اسمه كذا، هو يكون معلم، عنده 50 سنة. أمي اسمها كذا، هي تكون ربة سنة، تكون 40 سنة. أخويا اسمه كذا، عنده 15 سنة، هو يكون طالب. أختي اسمها كذا، عندها 17 سنة، هي تكون طالبة. يبقى أنا عرفت كل فرد بجملة على قد ما أقدر. يبقى أنت عندك الترم ده يا شباب 3 موضوعات: تعريف نفسك، تعريف الآخرين، وتعريف العائلة. لازم يجيلك منهم موضوع على شكل مقالي تكتبه. تمام يا شباب؟ طيب تعالى نخش على الجزء اللي ورا المقالي، وهو طبعا جزء مهم جدا جدا جدا، اسمه سؤال المواقف. سؤال المواقف هو السؤال الثالث في الامتحان. دي أول حاجة، هو سؤال بيجيلي في كل جملة اختيارين اختارهم، وبيكون رقم 3 في الامتحان. 3 أسئلة، كل أسئلة باختيارين. بيجي يطلب منك إنك أنت بتسأل عن شيء، إيه السؤال، أو شخص بيسألك عن شيء، إيه الإجابة. طيب تعالى نمشي مع بعض، أنا مترجم لك الجمل كلها عشان ما تعبش معايا. ركز كده معايا في أول شيء. هنا بيقول لي أنت اللي بتسأل عن النامة. يعني إيه نامة؟ يعني الاسم. هيطلب منك يقول لك كده: دو أنت fragst، تسأل nach عن الاسم. طيب انت لو بتسأل شخص ما عن اسمه، انت اللي بتسأل شخص عن اسمه، هتقول له ايه؟ هقول له wie ist dein Name، ولو باحترام هقول له wie ist ihr Name. هقول له wie heißt du، ما اسمك، ولو باحترام هقول له wie heißen Sie، ما اسم حضرتك. كده انت اللي بتسأل عن الاسم. احيانا الصورة بتتعكس، يقول لك ايه؟ يقول لك jemand، شخص ما. fragt، سأل. nach، نقط، شخص سألك عن اسمك. طب شخص سألني عن اسمي، يبقى بدل ما كان عايز فراج سؤال، لا المرة دي عايز antwort، إجابة. antwort يعني إجابة. شخص سألك عن اسمك، إيه إجابتك؟ هرد أقول له mein Name ist أحمد، أو ich heiße أحمد. يبقى أنت بتسأل، عملت سؤال، شخص سألك، عملت إجابة، رديت على السؤال اللي هو سأله. طيب رقم 2، أنت بتسأل عن هيركونفت لاند، أو هايمات، أو هايمات لاند، بتسأل عن موطن. الموطن بنسأل عنه دايما بكلمة فوهير، من أين. أول مرة قلت له فوهير كومن زي، حضرتك منين؟ فوهير زند زي، من أين تكون حضرتك. يبقى قلت له عن موطنه، سألت عن موطن حد، قلت له من أين تأتي حضرتك، أو من أين تأتي أنت. طيب شخص ما سألك عن موطنك، رديت قلت له إيش كوما أو سكايرو، أتي من القاهرة، أو إيش بينا أو سكايرو، أكون من القاهرة. أنت بتسأل شخص عن شبراخة، شبراخة يعني لغة، بتسأل حد عن لغة، هتقول له was sprichst du، ماذا تتحدث أنت. أنت كده بتسأل عن اللغة. was sprichst du. شخص سألك عن لغتك، هترد تقول له ich spreche gut Deutsch، أنا بتحدث جيدا ألماني. أنت بتسأل عن Wohnort، مكان المعيشة. Wohnort يعني مكان السكن. أنت بتسأل حد عن مكان سكنه، هتسأله أين تسكن. أين يعني فو، تسكن wohnst du، بقت كلها فو wohnst du، أين تسكن أنت. أنت كده بتسأله عن مكان سكنه، هيرد يقول لك ich wohne in كايرو، أنا ساكن في القاهرة. أنت بتسأل عن jemandem، jemandem يعني شخص ما، بتسأل عن شخص ما. وأحيانا يقول لك أنت بتسأل عن بيرزون، بيرزون يعني شخص. طب أنت بتسأل عن شخص، هتقول إيه؟ هتقول wer ist das،
wer ist das يعني من ايه؟ من هذا؟ مين ده؟ انت كده بتسأل عن شخص. طيب صديقك سألك عن شخص ما، هترد تقول له das ist mein Freund أو das ist meine Freundin، هذا هو صديقي أو هذه هي صديقتي. كده حد كان بيسألني عن شخص وقلت له إن ده صاحبي أو صاحبتي. طيب تعالى على بعدها رقم 6، بتسأل عن jemandem شخص ما بس تليفون. يعني ايه بسأل عن شخص في التليفون؟ الو هل احمد موجود من فضلك؟ يؤسفني هو مش موجود. ده كده معناه اني بسأل عن شخص في التليفون. فقلت ist Herr احمد da bitte؟ هل استاذ احمد دا يعني موجود، bitte يعني من فضلك، ist Herr احمد da bitte؟ هو استاذ احمد موجود من فضلك؟ رد شخص قال له tut mir leid يؤسفني ist nicht da، هو مش موجود. كده انا كنت بسأل عن شخص بس فين؟ في التليفون. بفندن يعني الحال. انت بتسأل عن بفندن يعني بتسأل شخص عن حاله. لو هو شخص صاحبك هتقوله في جيتس دير، لو شخص اكبر منك هتقوله في جيتس اينن. في جيتس دير يعني كيف حالك انت، في جيتس اينن كيف حال حضرتك. هرد طبعا بقول دانك جوت او نيشت جوت او اسجيت جوت، شكرا بخير او مش بخير او ماشي الحال. ده كده كنت بعبر عن ماين بفندن يعني حالي. رقم 8، بتسأل عن فاميليenname يعني اسم العائلة. طب لما أسأل حد عن اسم عيلته هقول له wie ist dein Familienname؟ What is your family name؟ ما هو اسم عائلتك؟ wie ist dein Familienname؟ ورد يا شباب أقول mein Familienname ist كذا، اسم عيلتي يكون كذا. ده كده للسؤال عن الفاميليenname. بتسأل حد عن Geburtsort مكان ميلاده. طب بسأل حد عن مكان ميلاده بالعربي هقول له انت اتولدت فين؟ وهو هيرد يقول لي انا اتولدت في مصر، صح كده؟ طب تعال نسأل حد عن مكان ميلاده ونقول له wo أين bist du geboren؟ أين أنت اتولدت؟ هيرد يقول ich bin in Cairo geboren، أنا اتولدت في القاهرة. 10، بتسأل شخص عن ألتر عمره هتقول له wie alt bist du؟ wie alt bist du يعني ما عمرك؟ هيرد الشخص ده يقول لك ich bin 95 Jahre alt، أنا أكون 15 سنة. يبقى كده أنت سألت الشخص عن ألتر يعني العمر. رقم 11، بتسأل شخص عن Familienstand. Familienstand يا شباب يعني يقصد بتسأل شخص عن حالته الاجتماعية. طيب أسأله عن حالته الاجتماعية هقول له وأنت متجوز وأنت أعزب، ممكن أقول له كمان ما هي حالتك الاجتماعية. يبقى Familienstand يعني الحالة الاجتماعية. سألته قلت له wie ist dein Familienstand؟ ما هي حالتك الاجتماعية. أو سألته قلت له sind Sie verheiratet؟ هل تكون متزوج؟ رد قال لي ja ich bin verheiratet، أنا متجوز. أو nein ich bin ledig، لأ أنا أعزب. يبقى Familienstand يعني حالة الاجتماعية. انت بتسأل عن الكيندر واحيانا يقول لك بتسأل عن الكيندر انتصال يعني عدد. انت بتسأل عن الكيندر انتصال بتسأل عن عدد الاطفال. طب لو بسأل عن عدد الاطفال هقول wie viele Kinder haben Sie؟ عندك قد ايه اطفال؟ wie viele Kinder haben Sie؟ او اسأله اقول له haben Sie Kinder؟ هل لدى حضرتك اطفال؟ هيرد يقول ich habe 3 Kinder، عندي 3 اطفال. او ja ich habe 3 Kinder، نعم عندي اطفال. ده بالنسبة لأنتصال der Kinder اللي هو عدد الأطفال. طيب تعال على المثال اللي بعده. انت بتسأل شخص عن شتوديوم يعني دراسته، هتقول له بتدرس ايه؟ اقول له was studierst du؟ ماذا تدرس انت؟ وهو هيرد يقول لي ich studiere Deutsch، انا بدرس ألماني. كده انا سألت الشخص عن مكان ايه؟ عن دراسته نفسها. تعال نسأله بقى عن المكان اللي بيدرس فيه. بدل شتوديوم الدراسة بقت شتودين أورت مكان الدراسة. طب لما أسأله عن مكان دراسته أقول له فو أين شتوديرس تو؟ أين تدرس أنت؟ هيرد يقول لي إيش شتوديرة إن دويتشلاند، إيش شتوديرة إن كايرو، إيش شتوديرة إن برلين. يبقى الأورت هو المكان، والمكان دايما عشان نبقى متفقين احنا عندنا فون أورت، عندنا جيبورتس أورت، عندنا شتودين أورت، ممكن يقول لك أربايتس أورت مكان العمل. أي أورت أي مكان هنسأل عنه فو أين وجاوب بإن في. طيب رقم 15 بتسأل عن اللاجا. لاجا يعني موقع.
أسألك عن موقع اسكندرية، موقع القاهرة، موقع برلين، هقول لك أين تقع. فأين تقع اسمها فوليكت. أين تقع فوليكت كايرو. أين تقع القاهرة؟ كايرو ليكت in Egypten. القاهرة تقع في مصر. 16 بسأل عن أدرس يعني عنوان. لما بتسأل شخص عن عنوان بتقول له في إيست داين أدرس، ما هو عنوانك. وخلي بالك ممكن تسأله تقول له فونس دو، أين تسكن أنت. هو رد هنا قال لك إيش فونه إن دير الهرم شتراسة فولف، أنا ساكن في 12 شارع الهرم. وممكن يرد يقول ماينة أدرسة إيست، عنواني يكون. طيب بتسأل شخص عن تليفون نومر، رقم التليفون، قلت له في إيست داين التليفون نومر، ما هو رقم تليفونك. رد قال لي ماين التليفون نومر إيست، رقم تليفوني يكون. يبقى أنت كده كنت بتسأل شخص عن رقم تليفونه. طيب تعالى بقى نخش على الجزء اللي تحت ده. الجزء ده أنت ما بتسألش هنا، أنت بتحيي شخص هتقول إيه في التحية دي، أنت بتودع شخص هتقول إيه في الوداع ده، أنت بتعرف نفسك هتقول إيه، أنت ذاهب للمنزل هتقول إيه، أنت ذاهب للنوم هتقول إيه. يعني إيه اللي هتقوله في المواقف الآتية؟ بسم الله. لو du begrüßt einen Freund am Morgen، انت بتحيي شخص في الصباح. احيانا يقول لك انت بتحيي شخص الساعة 7، الساعة 10، الساعة 11 لحد اخرك الساعة 12 الظهر، كل ده جوتن مورجن. جوتن مورجن يعني صباح الخير. من بعد الساعة 12 لحد الساعة 18 او يقول لك امتاج في منتصف اليوم بنقول جوتن تاج، نهارك سعيد. انت بتحيي شخص ام ابند في المساء، او يقول لك بتحيي شخص الساعه 18 اللي هي 6 بالليل، بتحيي شخص الساعه 20 اللي هي 8 بالليل، بتحيي شخص الساعه 22 اللي هي 10 بالليل، يبقى اقول له جوتن ابند، مساء الخير. يبقى انا عندي 3 تحيات: جوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن ابند. صباح الخير، نهارك سعيد، مساء الخير، على حسب الوقت. Du gehst ins Bett أو du gehst schlafen. ins Bett يعني إلى السرير، وشلافن يعني تنام. أنت ذاهب للنوم أو ذاهب إلى السرير، هقول لكم تصبحوا على خير، اللي هي اسمها gute Nacht. gute Nacht يعني تصبح على خير. Du gehst nach Haus. أنت ذاهب إلى المنزل. ذاهب للمنزل يعني بعمل أبشيد. طب يعني إيه هير أبشيد؟ أبشيد يعني بتودع، وداع. انت بتودع شخص وماشي، هتقول له تشوس، سلام، او فيدرزين، مع السلامة. بيس شبيتر، اراك قريبا. بيس بالت، اراك لاحقا او اراك قريبا. بيس شبيتر وبيس بالت وتشوس او فيدرزين، كده انا بودعك او انا ذاهب للمنزل. طيب افرض ان انا في ابشيدس ديش، ان انا بودعك بس ام تليفون، في تليفون، هقول لك ايه؟ بدل ما اقول لك او فيدر زين ممكن اقول لك تشوز بس، وممكن اقول لك او فيدر هورن. او فيدر هورن يعني هورن ده يعني يسمع، او فيدر هورن يعني اسمعك تاني او اسمعك مرة اخرى. يبقى سلام بس في التليفون اسمع او فيدر هورن، وممكن استخدم تشوز. اللي بعدها بيقول لي دو انشولدجست ديش، انت تعتذر. هعتذر اقول معذرة. معذرة اسمها انشولدجونج. انشولدجونج. انشولدجونج يعني excuse me او معذرة، ده كده انت بتعتذر. طب دو دانكست يماندن، انت بتشكر شخص، اقول له فيلن دانك، شكرا جزيلا، او اقول له دانك، شكرا. دانك يعني شكرا، وفيلن دانك شكرا جزيلا. دوش تلس ديش فور، انت بتقدم نفسك. ركز وفرقني ما بين الثلاث نقط دول، اهم من بعض. دوش تلس ديش فور انت بتعرف نفسك، فتقول ich bin احمد، ich heiße احمد، mein Name ist احمد. انا كده بعرف نفسي. دوش تلست einen Freund او eine Freundin فور، كده مش بتعرف نفسك، كده بتعرف صديقك او صديقتك. هتقول ايه؟ هقول das ist Hans، das ist مونيكا، هذا هانز، هذه مونيكا. اخر فكره يمن دشتلت زيش فور، زيش دي عايده على كلمه نفسه، شخص قدم نفسه. هتقول له ايه؟ هقول له فرايت مش يسعدني، هيرتسليش فيلكومن، مرحبا. فرايت مش هيرتسليش فيلكومن، هيرتسليش فيلكومن. يبقى انا كده شخص قدم لي نفسه. يبقى انا معايا 3 افكار. الفكره الاولى دوش تلستيش، انت عرفت نفسك فقلت ان انا اسمي احمد. تاني فكره du stellst einen Freund vor، عرفت صاحبك فقلت ان das ist mein Freund احمد، ده صاحبي احمد. تالت فكره احمد ده بقى عرف لي نفسه، قال لي انا اسمي احمد، يعني شخص اشتلت زيش، شخص عرف
نفسه، فقلت له فرايت ميش احمد، يسعدني احمد، هيرتسليش فيلكومن، مرحبا بيك. ده كده جزء اسمه سؤال المواقف. يبقى خلينا متفقين ان سؤال المواقف ده لما بيجي في الامتحان بيجي في ايه؟ بيجي بالظبط زي ما قلت لك كده، رقم 3 في الامتحان، 3 اسئله، كل سؤال بتختار اختيارين ب6 درجات. السؤال الثالث في الامتحان بيكون 3 نقط، 3 نقط، كل نقطه بتختار اختيارين عشان بيبقوا 5 اختيارات، بختار منهم اختيارين، بيبقى السؤال كله ب6 درجات. يا رب يكون فهمنا اللي احنا قلناه. طيب عندنا طبعا اول سؤالين في الامتحان بيبقوا قطع، عندنا قطعتين، كل قطعه بتبقى 4 اسئله، بيجي لنا قطعتين في الامتحان، بعد القطعتين بيجي لنا سؤال المواقف زي ما انت شايف كده 5 اختيارات، بعد المواقف بيجي لك جراماتيك، بس هنا مش الملزمه دي ما فيهاش جراماتيك، دي مراجعه مواقف وايميلات. بعد الجراماتيك ما بيخلص بيجي لك بقى السؤال المقالي، انك ترد على الاسئله او انك تكتب انت بنفسك مقال. طيب تعال نبص على القطعة كده مع بعض. أول حاجة عشان نحل القطعة لازم تقراها كلها، تشوف الأسماء اللي فيها، تركز على الأسامي كويس، تشوف كل اسم يا شباب بيعمل إيه، تشوف كل اسم يخصه إيه، بيساكن فين، يأتي منين، يأتي من حتة غير المكان اللي هو ساكن فيه. يعني لما يقول لك من أين يأتي أحمد، ما تروحش تقول له في برلين، هو في برلين دي يعني ساكن في برلين، أنا عايز أقول له يأتي أوس من مكان. تمام كده. طيب عايزك تاخد بالك من الأوقات، لو في وقت في القطعة تاخد بالك من كل اسم بيعمل ايه وبيتحدث أنهي لغات، وبيتحدثها جيدا ولا بيتحدثها قليلا. عايزك تفهم مضمون النص كله بيحكي عن ايه، لأنه أحيانا بيقول لك النص ده بيحكي عن ايه، بيحكي عن عيلة، بيحكي عن أصدقاء، بيحكي عن نفسك، تعريف نفسك. فاهم اللي أنا أقصده؟ ركز في الكلام ده. طيب أول قطعة هنا بتقول ايه؟ تقول إيش هيثم مارتا براون، أنا اسمي مارتا براون، إيش كوما أوس بيرن، أأتي من بيرن، خلي بالك بيرن غير برلين، بيرن أوس دير شفايتس، من سويسرا، إيش بين زي 10 Jahre alt، أنا 17 سنة، ماين برودر بيتر إيست أين und 20 Jahre alt، وأخويا بيتر عنده 21 سنة. يبقى أنا كده عندي مارتا ليها أخ اسمه بيتر، مارتا عندها 17، بيتر عنده 21، مارتا تأتي من بيرن من سويسرا. بدأت تتكلم عن بيتر إنه إير ليبت إن فين، هو يعيش في فيينا، يبقى هو كده عايش في مكان تاني غيرها، هو عايش في فيينا. ليه؟ لأن بيتر اشتوديرت، بيدرس إن أوستررايش، بيدرس في النمسا، ما فيينا هي عاصمة النمسا. إير إست ليدش، هو أعزب. بدأت ترجع تتكلم عن نفسها تاني وقالت إيش سبريش دويتش und gut إنجلش، أنا بتكلم ألماني وجيدا إنجليزي. بس بيتر سبريشت أبر دراي شبراخن، بس بيتر بيتكلم 3 لغات. إيه ال3 لغات؟ إير سبريشت أو شبانيش، هو بيتكلم كمان أسباني. كمان أسباني دي يعني يقصد كده إن هي بتتكلم ألماني وإنجليزي، بس بيتر بيتكلم 3 كمان أسباني، يعني ألماني وإنجليزي وكمان أسباني، يبقى 3 لغات. طيب أول سؤال بيقول لي مارتا كومت أوس، مارتا دي منين؟ تأتي منين مارتا؟ قالت أنا أتي من بيرن من سويسرا، فتبقى أوس دير شفايتس. فيرست زي بتسألني، مين اللي عنده 17 سنة؟ اللي عنده 17 فير يعني مل العاقل، مين اللي عنده 17 سنة؟ مارتا. طيب فو لبت بيتر، بيتر ده عايش فين؟ لبت إن فين، عايش في فيينا. بيتر شبريشت، بيتر بيتكلم دراي شبراخن 3 لغات. يبقى خد بالك من الارقام، احفظها كويس، لانه يجيب لك رقم وانت تحوله حروف، او يجيب لك حروف وانت تحولها ارقام. طيب ممكن يقول لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك دير تكست، النص ده، جيت اس في النص ده بيدور حول ايه؟ ممكن اقول بيدور حول zwei Geschwister، 2 اخوات، ممكن اقول كده. واصله؟ جاي لك سؤال زي كده. طيب سؤال القطعة الثانية أو السؤال الثاني في الامتحان، القطعة رقم 2 بتقول أنتون إيست إن برلين، أنتون في برلين، يتست إن برلين جيبورن، سوري الجملة دي ناقصة حاجة، المفروض يقول أنتون إيست إن برلين جيبورن، جيبورن يعني اتولد، أنتون اتولد في برلين. إير فونت يتست، هو عايش دلوقتي في فرانكفورت، يبقى هو مولود في برلين بس عايش في فرانكفورت. وسبريشت جوت دويتش und انجلش، وبيتكلم كويس الماني وانجليزي. ابرا ein bisschen فرانسوزيش، بس مكسر فرنساوي، قليل فرنساوي. دي موتر ist aus England، مامته من انجلترا، aber der Vater ist aus Deutschland، بس باباه من المانيا. أنتون hat eine Schwester، أنتون عنده أخت. sie ist noch Baby، بس هي لسه رضيعة.
und zwei Brüder وعنده 2 ولاد. Sie sind Schüler هم طلاب. أول سؤال بيقول لي wo ist Anton geboren؟ هو اتولد فين أنطون؟ هو اتولد in برلين، في برلين. السؤال ده غلطة من عندنا احنا، معلش يا شباب، الاختيارات دي غلط. هيبقى wo ist Anton geboren اتولد في برلين. ممكن أقول in Deutschland بس هي مش موجودة. وفرانكفورت هو عايش فيها مش اتولد فيها. خد بالك ان هو مديك فرانكفورت هنا، دي غلط. ليه؟ لان هو عايش في فرانكفورت مش اتولد في فرانكفورت. Was spricht Anton nicht so gut؟ ايه اللي انطون بيتكلمه بس nicht so gut، مش كويس قوي. هو بيتكلم مش كويس قوي فرانسوزيش، فرنساوي، لان هو بيتكلم الماني وانجليزي كويس وقليلا فرنساوي. Woher kommt Antons Mutter؟ مامة انطون دي منين؟ مامته aus انجلاند، من انجلترا. أنتونز برودر إيست، أخو أنطون يكون عنده سنة؟ لأ. يكون بيبي؟ لأ دي أخته. ولا يكون شولر؟ يكون طالب، لأن هو عنده 2 إخوات والاتنين طلاب، بس عنده أخت، الأخت دي بيبي لسه. يبقى هو مين أنطون برودر يكون إيه؟ يكون شولر طالب. طيب تعالوا نحل مع بعض شوية مواقف أدربك عليها برضو. ده السؤال الثالث في الامتحان، 5 اختيارات بنختار منهم اختيارين صح. أول سؤال بيقول لي دو فراجست jemand nach dem Namen؟ أنت بتسأل شخص عن اسمه، اسأل شخص عن اسمه، هتقول له إيه؟ هقول له mein Name ist أحمد؟ لأ. هقول له ich heiße أحمد؟ لأ. ليه يا مستر؟ ده اسمه أهو واسمي أحمد، أخدها. ما تبقاش حمار وركز. ليه؟ لأنه طالب منك إنك دو فراجست، أنت تسأل. هل لما أنا أقول اسمي أحمد كده أنا سألت حد عن اسمه؟ لأ. طب لما أسأل حد عن اسمه هقول له wer bist du؟ من تكون أنت؟ هي متكررة، هقول له في ist dein Name؟ ما هو اسمك؟ يبقى أنا الحل. ممكن أقول له حل تالت اسمه في heißt du، يعني ما اسمك؟ في heißt du. دول 3 حلول أهو. أنا طبعا عندي حلين بس. اعكس الفكرة. jemand fragt nach dem Namen، واحد هو اللي سألك عن اسمك، هترد تقول له إيه؟ هرد أقول له إيه؟ هرد أقول له ich heiße أحمد وماين Name ist أحمد. ده كده الرد عن اسمي. Ich spreche gut Deutsch، أنا بتكلم ألماني كويس. ما هو الفراجة؟ ما هو السؤال؟ إيه السؤال اللي أنا سألته لك؟ قلت أنا بتكلم ألماني كويس. أكيد سألتك was sprichst du؟ ماذا تتحدث أنت؟ وسألتك was ist deine Muttersprache؟ ما هي لغتك الأم؟ طب يا مستر هو أنا ليه ما خدتش أول واحدة sprichst du gut Deutsch؟ لأن لو خدتها يا ناصح لازم فوق يبقى في يا أو ناين، نعم أو لا. ليه؟ لأن سؤال بادئ بالفعل، وفوق بالفعل مفيش ولا يا ولا ناين، يبقى ما ينفعش اخد سؤال غير بادئ بأداة استفهام. ركز في حوار الاستفهام والفعل، دي بيغفلك بيها. لو السؤال باستفهام ما ينفعش اقول او لا، ولو السؤال بالفعل لازم اقول او لا. رقم 4 بيقول إيش كوما أوس كايرو؟ أنا آتي من القاهرة. فاسيست ريشتش يعني ما الصحيح؟ إيه الصح في ال5 دول؟ ينفع ترد تقول أنا آتي من القاهرة. هقول أول حاجة فوهير زندزي، حضرتك منين؟ أنا آتي من القاهرة. ما ينفعش أقول له أنت ساكن فين لأنه هيقول لي في القاهرة. ما ينفعش أقول له من أين يا علي لأنه هيقول هو مش هيقول أنا. طيب هيبقى فاسيست داين هيركونفتلاند، هيركونفتلاند يعني موطنك. ما هو موطنك يا شباب؟ ما هو موطنك؟ أنا آتي من القاهرة. ده كده موطني. طبعا السؤال ده بيجي لك في الامتحان منه 3 نقط بس لحد رقم 3، وال3 بتختار اختيارين ب6 درجات. طيب رقم 5 بيقول لي دو بجروست يماندن، انت بتحيي صديقك او شخص ما الساعة 7. بحيي شخص الساعة 7. يا مستر طب انا دلوقتي انا مش هعرف هي الساعة 7 دي 7 صباحا ولا 7 مساء، وتقعد بقى تشحتف. يا عم ركز، الوقت اللي قبل 12 الظهر ده صباحي، الوقت المسائي بيتعد من بعد 12 13 14 15 16. يعني لو انت بتحيي 7 مساء، 7 مساء دي هتبقى مكتوبة الساعة 19. اطرح 19 من 12 او ضيف على السبعة دي 12 هتديك كام؟ هتديك الساعة 19 اللي هي 7 مساء. انما دي 7 صباحا. طب 7 صباحا اقول له جوتن مورجن وشونن مورجن، صباح الخير صباحك جميل. انت بتحيي شخص بقى الساعة 19، ساعتها هتقول له جوتن تاج، ادي اول واحدة، وهتقول له تاج مارك، مساء الخير يا مارك. رقم 7 انت ذاهب انسبت، قلنا انسبت يعني الى السرير، هتقول ايه لما تذهب الى السرير؟ هقول جوتن ناخت، تصبح على خير، وهقول
Süße Träume und schöne Nacht. Süße Träume يعني أحلامك سعيدة und schöne Nacht وليلة سعيدة. شخص قال لك أنا اسمي مارك ماذا تقول؟ هقول له das freut mich يسعدني أنا أحمد، وهرد أقول له willkommen مارك اللي هي مرحبا مارك. وممكن أقول له buchstabieren Sie تهجى اسمك، buchstabieren Sie يعني تهجى اسمك. Du verabschiedest dich am Telefon. انت بتودع شخص على التليفون. هودعه على التليفون اقول له تشوز سلام او wiederholen مع السلامة. سؤال رقم 10 بيقول لي du gehst انت ذاهب nach Haus الى المنزل. انت رايح الى المنزل هتقول تشوز سلام bis bald اشوفك قريب، وهتقول او wiedersehen مع السلامة. 11 du stellst deinem Freund vor بتعرف صاحبك. هتقول ايه؟ بعرف صاحبي مش هقول انا ماهر، بس اقول هذا هو ماهر، وهقول هذا يكون my friend يعني هذا يكون صديقي. اول حاجه شاف رقم 12 دي، شاف كلمه يا نعم، خليك تشطب اي اداه استفهام اهو. بص انا شطبت اجابتين اهو من غير ما اقرا. ليه؟ لان معنى ان اقول نعم او لا يبقى السؤال مش بادئ باستفهام، ده كده سؤال بادئ بالفعل. طب بعد ما قال نعم قال انا ساكن في القاهره، يبقى انا كنت بساله هو انت ساكن في القاهره؟ نعم ساكن في القاهره. هو القاهره ده مكان سكنك؟ نعم ساكن في القاهره. يبقى تاني واحده ورابع واحده. 13 بيقول Ich bin in Kairo geboren أنا اتولدت في القاهرة. إيه السؤال past here؟ past here يعني يناسب هنا. إيه السؤال المناسب هنا؟ أقول له wo bist du geboren؟ اتولدت فين؟ أقول له اتولدت في القاهرة. وأقول له was ist dein Geburtsort؟ ما هو محل ميلادك؟ أو ihr Geburtsort ما هو محل ميلاد حضرتك؟ ده كده للتعبير عن محل الميلاد. رقم 14 شخص بيسألك عن الشبراخة عن لغتك. هتقول له ايه؟ هقول له ich spreche Deutsch انا بتكلم الماني، وهرد اقول له كمان ان ich spreche Deutsch als Muttersprache ان انا بتكلم الماني كلغة يعني ايه كلغة يعني اتولدت بتكلمه. 15 بيقول ich bin verheiratet und habe 3 Kinder انا متجوز وعندي 3 اطفال. طيب معنى ان اقول لك انا متجوز وعندي 3 اطفال، ايه السؤال اللي يناسب هنا؟ السؤال اللي يناسب هنا ممكن wie viele Kinder hast du؟ عندك اطفال قد ايه؟ فاقول له ان انا متجوز وعندي 3 اطفال. وممكن wie ist dein Familienstand؟ ما حالتك الاجتماعيه؟ فاقول له ان انا متجوز وعندي 3 اطفال. طب ليه ما اقولوش هو انت اعزب او هو انت متجوز او هو انت عندك اطفال؟ لاني لازم قلت لك اقول يا او ايه او ناين. رقم 16 jemand sagt شخص قال لك ich komme aus der Schweiz انا من سويسرا aber ich wohne in Berlin بس عايش في برلين. ايه السؤال المناسب؟ السؤال المناسب ان هو هقول له woher kommst du؟ انت منين؟ انا من سويسرا. وممكن اقول له طب wo wohnst du؟ طب عايش فين؟ عايش في برلين. دي اجاباتك على المواقف. طيب اخر سؤال مواقف هنا بيقول meine Familie ist groß und hat 7 Personen عيلتي كبيرة وفيها 7 أفراد. ايه السؤال المناسب اللي انت تقوله له هنا؟ اكيد سألني بيقول لي عيلتي كبيرة وفيها 7 أفراد، يبقى انا عايز اقول له كيف تكون عائلتك عشان يرد يقول انها كبيرة، واقول له كم عدد الاشخاص اللي في عيلتك wie viele Personen، واقول له wie ist deine Familie كيف تكون عائلتك. طيب انا هسيب لحضرتك جزء الايميلات ده ترجع لاول صفحه تحفظ الموضوعات وتحل الاسئله زي ما انا حللها فوق. دي كلها اسئله ايميلات انا سايبها لك تحلها زي الاسئله اللي فوق. وده موضوع تعبير بطالب منك انك تتكلم عن عيلتك، اوصف عيلتك ساكنه فين وكم عدد الافراد اللي فيها. هنا موضوع تعبير تتكلم ايه برديش، تتكلم عن نفسك، هتقول انت منين موطنك يعني، وهتقول انت ساكن فين. هنا طالب منك ان انت اسمك سارة تكتب لمريم عن صاحبتك مونيكا، هتقول ان دي صاحبتي مونيكا تأتي من ألمانيا تتحدث ألماني وهي تكون سنجل. يبقى أنا معايا 3 موضوعات أهو ومعايا أسئلة هجاوب عليها. كل ده هتجاوب عليه من خلال أول صفحة بإذن الله كاملة. أدي أول صفحة. الملزمة دي بإذن الله هتنزل لك أسفل الفيديو بإذن الله على اليوتيوب،
وإن شاء الله الطلبة اللي بتحضر معايا في السنتر مراجعات ليلة الامتحان هينزل لها برضو الQR بتاع الحصة دي على الملزمة بتاعتك، إن شاء الله تحضر ملزمة المراجعة النهائية فيها شرح الجراماتيك كله ونحل مع بعض عليه ونتكلم على أهم النقط في المنهج بإذن الله، وهيجيلك الفيديو فيه شرح الأسئلة دي كلها إن شاء الله برضو على الملزمة. أشوفكم بخير وربنا يا رب يوفقكم كده، وطمنوني بعد امتحانكم عملتوا إيه. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشيره عشان غيرك يستفاد في ليلة الامتحان. احنا عارفين ان اخر مادة دي الدنيا بتبقى مزنوقة فيها شوية، وكمان الالماني جاي مع فيزياء، فلو عايز تفيد زمايلك شير الفيديو ده وخليهم يتابعونا ان شاء الله. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوس.